ازاي حولنا التانك ده من كده لكده؟ تعالى لي هنا كده يا مصطفى. تعالى، شايف انت التانك ده حالته عامله ازاي؟ شايف زي ما انت ما شايف التانك ده جاي لنا. انت منين؟ منين؟ التانك ده جاي لنا من المنيا، بس ان شاء الله طالما جه وجايب المنظر ده انا هفرجك على التانك ده خليك ما تعرفوش. بص احنا مش هنتكلم كتير، يلا نوري الناس. يلا بينا. يلا يا مصطفى. ده شكل التانك قبل ما نبدأ، خدوش واضحة بهتان في اللون، وده طبعا بيضيع شكل المكنة كلها. وهنا بقى بدأنا نمسح التانك كله مكان الخربشة والبهتان اللون ده، ومسحنا التانك كله، حاولنا ننعم الحتت اللي طالعة فيه دي عشان خاطر ما تبقاش باينة بعد ما نكسي التانك كله زي ما انت ما شايف كده. طبعا التانك كان وصل لمرحلة صعبة زي ما انت ما شايف كده، بس ان شاء الله انت في اخر الفيديو ده هتشوف التانك ده هيتحول ازاي 180 درجة. طبعا مش التانك لوحده اللي كان متبهدل، الجنبين نفس الحكايه كانوا متبهدلين ومتخربشين برضو. هنبدا برضو نشيل اللي عليهم كله عشان نرجعهم جداد. وهنا بقى ابتدينا نكسي التانك كله زي ما انتم ما شايفين كده، هنكسيه ابيض نفس لون المكنه، لان ده طبعا مش هينفع يتعمل فيلم حمايه عشان زي ما انتم كنتوا شايفين التانك كان متبهدل ومتخربش خالص. فهنا هنعمله ابيض بنفس لون المكنه عشان خاطر يخفي كل الخربشه اللي فيه، وكمان التانك يرجع معانا جديد تاني. زي ما انتم شايفين كده ابتدينا بقى نكسي التانك كله وناخده جنب جنب كده عشان خاطر نخلي التانك كله مشدود على حته واحده، ميبقاش فيه اي فواصل عشان ما يبانش ان هو كان مكسي او كان فيه اي شغل، وفي نفس الوقت ناخد في الاخر شكل جميل يخلي التانك كله واضح معانا. طبعا ده يعرفك حاجه، لو مكانتك بهتت منك وشكلها ما بقاش عاجبك، انت عرفت كده هتعمل ايه دلوقتي. كده احنا كسينا الجنب كله زي ما انتم ما شايفين كده، وهنبدا نخش على الجنب التاني عشان خاطر التانك كله يبقى مشدود مع بعضه. كده يبقى احنا خلصنا الجزء التاني، وهنبدأ بقى نشتغل في التانك الناحية التانية زي ما انتم ما شايفين كده عشان خاطر نخلي التانك كله على حتة واحدة زي ما انت ما شايف. طبعا اللي خلى اللون يطلع معانا كده مظبوط ان احنا بدأنا من الأول بالتنظيف والصنفرة عشان خاطر التانك يطلع معانا مظبوط. طبعا بعدها دخلنا على أهم جزء اللي هو الفينش، اللي بيخلي شكل الشغل طالع بالشكل اللي انتم شايفينه ده مظبوط، مفيش فيه أي حاجة خالص. هنا بقى كل خطوة معمولة بدقة عشان تخلي عمر التانك يعيش أكتر وشكله يرجع جديد من تاني، وكمان هيرجع أحسن من الجديد عشان الفينش اللي هنعمله عليه انتظروه وهتشوفوه في آخر الفيديو، هيخلي شكل التانك حكاية. وهتلاحظوا بقى معانا هنا ان كل ما بنخلص خطوه في التانك ما شاء الله بيرجع تاني يلمع معانا زي الاول. خلي بالكم احنا كده لسه ما خلصناش، احنا ده كله لسه في اول مرحله، لسه في مراحل تانية كتير هتشوفوها دلوقتي اللي هتخلي شكل التانك معانا يتحول 180 درجه. هنا بقى احنا خلصنا التانك كله، باقي بس الكيرفات اللي تحت زي ما انتم ما شايفين. هنبدا نقفل الكيرفات اللي تحت لحد اخر السوكه في الحرف خالص عشان خاطر يكون التانك مشدود وما يبقاش باين فيه ان هو كان ماكس اصلا، يعني التانك بتاعك يرجع جديد من غير ما يبان ان انت حاطط فيه تفييم خالص. هنا بقى اللي قدامك دي اهم خطوه في الشغل، التقفيل كل ما كان مظبوط كل ما التانك رجع معاك جديد، وكل ما كان عمره اطول معاك، وده اللي احنا بنعمله قدام عينك دلوقتي. طبعا هنا احنا لو هنلاحظ هتلاقي التقفيل كله على اخر التانك عشان خاطر ما يبقاش باين فيه ان هو كان ماكس اصلا، ويبقى التانك كله مشدود معاك حته واحده. وكمان بقى احنا لسه دلوقتي هنشد له طقم الشرايط بتاعه، هنشوفه دلوقتي. وهنا بقى التانك رجع ابيض تاني جديد يلمع زي ما انتم ما شايفين كده. كده احنا خلصنا اول مرحله، هنبدا بقى نركب الشريط الاصلي بتاعه زي ما انتم ما شايفين كده. ده الشريط الاصلي اللي بيجي على طقم الصاج. طبعا احنا ما رضيناش نفتح الشريط بتاعه لان الشريط بتاعه كان متبهدل، فركبنا شريط جديد عشان التانك كله يبقى جديد في جديد زي ما انت ما شايف كده. حتى الكلمه الصغيره بتاعت التانك من فوق ما نسيناهاش برضو، ركبت زي ما انت ما شايف. وبكده يبقى انت طقم الصاج بتاعك كله رجع جديد تاني اصلي زي ما كان جاي من المصنع بتاعه. طبعا هنا احنا الفيديو ده عارف ان هو طويل جدا، بس عشان اوريك كل تفصيلة بتحصل للتانك بتاعك من اول ما بيجي عندنا لحد ما التانك بيمشي. وهنا بقى احنا بدأنا البصمة. دي بقى البصمه اللي بتاخدها من عندنا زي ما انت ما شايف كده. احنا هنعمل شويه تفاصيل وتركات بسيطه كده في التانك هتحول شكل التانك معانا. احنا كده رجعنا التانك جديد تاني كانه جاي من المصنع. هنبدا بقى نحط البصمه بتاعتها زي ما انت ما شايف كده، من اول الشريط ده ما حولناه ليزر لحد اخر لقطه هتشوفها في التانك ده بعد ما يخلص.
بقى احنا حبينا نعمل شريط مختلف شويه، فعملنا له سكين جديد زي اللي انت شايفه قدامك ده كده. شايف الليزر مع الاسمر مع الابيض بتاع التانك بيحول معاك شكل التانك 180 درجه. ركز بقى معايا في التفاصيل اللي بتتحط دي، الحاجات البسيطه الصغيره دي هي اللي بتفرق، هي اللي بتميز مكانتك. زي ما انت ما شايف كده، ما تفتكرش ان احنا كده لسه خلصنا، لسه الكلام اللي اتحط ده هيرجع يتحط تاني في قلبه ليزر زي ما انت هتشوف دلوقتي كده. الحاجات البسيطه الصغيره دي هي اللي بتنقل معاك التانك 180 درجه. هنا بنركب الشريط بتاعنا زي ما انتم ما شايفين كده. يلا نركب بقى العلامة الصغيرة اللي فوق عشان نبقى كملنا التانك كله. والتانك طلع معانا زي ما وعدتكم ان انتوا هتشوفوا التانك ده حاجة تانية خالص. ما تفتكرش ان احنا كده لسه خلصنا، لا ده انت لسه في مفاجآت تاني هتشوفها دلوقتي. ركز بقى معايا كده في اخر بصمة بتتعمل في التانك بالنسبة لشغل الشرايط. ركز كده وشوف التانك هيبقى شكله عامل معاك ازاي. بص على بقى صاحب التانك جاي عشان يستلم. يا اسطى هو التانك فين؟ تانك ايه اصلا؟ انت اديته لمين؟ اديته الاسلام يا اسطى. طب روح علينا يا عم، في ماشي ما يا اسطى، تزقش التانك كده يا ما اسطى. خلصش لحد دلوقتي. تعالى يا عم نشوف اسلام يا عم، في ايه؟ الله تعالى يا اسطى. يا عم اسلام، ايه يا اسلام؟ الراجل ده ليه تانك هنا؟ ليه تانك؟ اه. تعالى يا عم. فين يابا التانك يا عم؟ محمد عمال يقول لي انك عامل قلق هناك في المحل. فيه ايوه إيه؟ ماشي، ما انا مش عارف التانك بتاعي راح فين. التانك بتاعك؟ اه. طب انت التانك اللي قدامك ده ما بيفكركش باي حاجه؟ لا يا صاحبي. يعني طب ما فيش اي علامه مميزه في التانك بتاعك نعرفها بيه؟ لا طب تعمل ايه لو قلت لك ان التانك ده بتاعك اللي كان جاي متخربش ومتدمر؟ يا عم انت جاي تهزر معايا. لا والله مش بهزر، ركز في التانك كده كويس هتعرف انه التانك بتاعك. بس طبعا بعد ما خلص ما شاء الله التانك رجع زيرو تاني. مش بس كده، ده هو احسن من الزيرو باللقطات اللي فاتت. عمرو قول لي رايك في التانك. يعني ده انا هاخده؟ ده التانك بتاعك. بتاعي؟ ده التانك يا بتاعك. عم خلصان. ايه رايك فيه لا بقى؟ هو مفيش كلام. وهنا بقى زي ما انتم شايفين صاحب التانك ما كانش مصدق ان التانك بتاعه اتحول كده بعد ما جه عندنا. هو كان جايبه حاجه وجه استلمه من عندنا حاجه تانية خالص. زي ما انتم ما شايفين شكل التانك بعد ما خلص بقى ازاي. وادي كده الوحش بتاعنا بعد ما ركب على المكنه. ما شاء الله المكنه كلها اتغيرت 180 درجه بعد ما كانت شكلها قديم دلوقتي ما شاء الله.